النهارده هتكلم على حاجة بسيطة وصغيرة، هي حكايتي مع الصلاة. آه بس الجو حلو النهارده، أحلى من تصوير المرة اللي فاتت. وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون. وأنا صغير لحد تالتة إعدادي كده مكنتش بصلي، يعني كنت بصلي اللي هو عارف بتصلي مقطع كده، تصلي صلاة وثلاثة لأ، تيجي تصلي الصلاة الخمسة وأنت مكسل مش عارف إيه الحاجات دي. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا. يعني بعد كده جيت في تالتة إعدادي حصل حالة وفاة. يعني حالة الوفاة دي يعني يمكن اكتر حالة وفاة اثرت فيها في حياتي. ما كنتش يعني حرفيا ما كنتش مصلي يومها خالص. حالة الوفاة دي تقريبا قبل الظهر، صليت الجنازة بعد الظهر، حتى كنتش عارف صلاة الجنازة بتتصلى ازاي. مفيش معلومات خالص. ربنا يرحم موتانا وموتى المسلمين جميعا. اليوم ده فعلا فعلا مأثر فيا ممكن لحد دلوقتي، ان انا ده كان اول يوم اصلي فيه صلواتي كلها كاملة. تمام، ومن اليوم ده تقريبا ما الحمد لله الحمد لله يعني ما فوتش فرض عليا. ويعني ربنا سامحني على اللي فاتني ويعني ان انا اقدر يعني اعوضه. المهم اليوم ده صحيت من النوم ونزلت مع والدي يعني الشغل وكده. بعد كده جه الخبر. فبصراحة يعني كان موضوع يعني مؤثر جدا، يعني ان انت حد انت بتعزه جدا وتقريبا كنت شايفه قبلها بيوم او اتنين فجأة خلاص اختفى. فيعني بصراحة كان شعور صعب. جيت بقى اليوم ده صليت الصبح، وبعد كده صليت الظهر جماعة في المسجد، وبعد كده صليت الجنازة. واتعلمت يومها إن دي الحاجة الوحيدة اللي مينفعش تفوتها خالص بأي شكل من الأشكال. صلاتك هي رقم واحد في حياتك، أيا كان بتعمل ايه في حياتك، بتعمل ايه من ذنوب، بتعمل ايه من اي حاجه في حياتك، صلاتك اساس. حتى لو هتغلط فيعني بس انت كده كده لما هتيجي تموت هتموت فعلا. يعني كان في شيخ، انا بصراحه مش فاكر مين الشيخ اللي كان بيقول الكلام ده، بس كان الشيخ بيقول ان انت لما هتيجي تموت هتموت ما بين طلب من الخمس صلوات اللي في اليوم. فاعمل حسابك ان انت لما هتيجي تموت هتكون صليت الفرض اللي عليك ده ولا مش هتكون صليت. دي كانت قصتي الصراحة مع الصلاة. أتمنى حد يستفاد منها، وأتمنى نتعلم إن دي أساسنا في حياتنا يعني. وبس.